ازاي تطور الانجليزي بتاعك من مستوى لمستوى تاني وتلاحظ فعلا التغيير بشكل مجاني تماما. هناخد من وقت حضرتك تلت ساعة في اليوم ووقت المواصلات وبس. واول حاجة عايزاك تعملها هي انك تاخد قرار انك ان شاء الله هتطور الانجليزي بتاعك، وصدقني هتلاحظ فرق في المستوى بتاعك. اول حاجة هي السبيكينج بيجي بالبراكتس. طب وايه المصدر المجاني اللي عندنا اجمد واحلى بكتير من اي حاجة مدفوعة؟ هو شات جي بي تي. من افضل الحاجات اللي انت تستخدمها. هتروح وتقول مستواك في الانجليزي ايه، هتقول له يسالك شوية اسئلة بالتوبكس اللي انت عايز انه يسالك فيها، وتقول له الاسئله دي انا هجاوب عليها وصحح لي الاسئله دي النطق يعني اللغوي بتاعي، وهو بالتالي هيعمل معاك ده. ولو حتى انت مش عايزه يسألك الاسئلة، عايز بس تبراكتس معاه على طول، في موقع اسمه ESL Discussion. ده برضو في شوية اسئلة في توبكس كتيرة جدا، ممكن تاخد الاسئلة دي وتقول له احنا هندسكاس فيها سوا. ثالث حاجة بقى وهي الليسننج، مش محتاجة منك اكتر من وقت المواصلات بتاعك. هتفتح فيه التليفون وهتبتدي تشوف فيه فيديوهات انيميشن للانجليش، ناس بيتكلم. ومن اشهر القنوات اللي انا بحب اسمعها قوي Learn English with Jessica. تحفة تحفة تحفة، فيها vocabularies وفيها ناس بتتكلم مع بعض وفي الاخر بيسألك. لازم تجرب تسمع كمان في بودكاست كتير جدا عن الديليز روتين، وده طبعا حاجة تحفة جدا. فبرضه برشح لكم، هتلاقوا كذا تشانل، وانا ممكن كمان ارشح لكم التشانلز اللي انا شفتها بنفسي. رابع حاجة وهي مهارة الرايتنج، وانا عايزة اقولك على الموضوع ده عشان نفسيتك، مش بس انك تطور الانجليزي بتاعك. اكتب كل يوم صحيفة حمد. انا كنت دايما مداوم عليها وخلى تفكيري تفكير ايجابي الحمد لله. بس انا عايزاك بقى بدل ما كنت بتكتبها بالعربي تكتبها دلوقتي بالانجلش. صدقني مهارة الرايتنج عندك هتروح في حتة تانية، والجرامر. نصيحتي الاخيرة، خد قرار وحاوط نفسك دايما بالانجليزي، هتلاقي مستواك اتطور بشكل مش طبيعي. بس اهم حاجة خد قرار.